طبعا في ملاحظة من لجنة التحكيم أن الطاروق بالنسبة لباسم السناني ما يدخل في التقييم الخاص في باسم. صحيح. الطاروق هذا يقيم فيه فقط خالد. يا سلام الله سلام له شموخ وله مهابه، لا حضر يمل المكان وحط له ربي مكانها، الحكيم اللي نهار لها وشما يفقد صوابها، يا زين الكلمة بعقله قبل تطلع من لسانه، مرحبا يا اللي تسلم وانت من ضمن ذيابها، يا المطيري ما بغيت يكون لك بصمه وخانه، الحكيم الناس يا خالد ترى تحسب حسابها، تعتبر عند السنان يا ولد مثل الأمانة، يا ظهر الفارس بفعله ساعة فيها المجابة، فاللزوم المعتبر دايم وهو مسرج حصانه، أنت من هو علمك علم القراية والكتابة، فالمواقف ما يرجح كفتك غير الدهانة. خلونا نشوف رأي أعضاء لجنة التحكيم بداية مع أبو تركي. أستاذ محمد السناني، كيف شفت الطاروق يا أبو تركي؟ طروق جميل، ما قصروا الشباب، وصراحة خالد المايقي أبدع في البدعة الأولى، بدع صراحة مبدع طبعا، أبدع وساق يعني ساق فكرة في المعنى الله يحفظه، وأشكرهم على هذا الطروق. يعني الطروق صراحة خالد أنا أقول لك أنك أبدعت في هذا الطروق وبدعت فكرة، ولكن ودنا أن الطروق كان أخذ مجال أوسع، ولكن أنت بدأت في الطروق. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية أبو تركي. أبو نايف. مرحبا يا خالد، صح لسانك وبيض الله وجهك. ما قصرت، أحسنت اختيار اللحن والقافية، وطرقت الموضوع بكل احترافية، وبيض الله وجهك. مبدع وفالك الناموس إن شاء الله، نشوفك في الحلقات القادمة.